عاصمة الشرق الجزائري مدينة الجسور المعلقة قسنطينة جاهزة لاحتضان منافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين الشان في طبعتها السابعة من خلال ملعب الشهيد حملاوي الذي سيكون مسرحا ل6 مباريات، 5 منها لحساب المجموعة الثالثة وواحدة في ربع النهائي. الملعب وفي إطار التحضيرات للشان خضع لعمليات إعادة تهيئة واسعة تمت فيها مراعاة المعايير الدولية التي يشترطها الاتحادان الإفريقي والدولي على حد سواء، من إعادة تهيئة الأرضية وتجديد البساط الأخضر إلى تجديد الكراسي، أين تم وضع كراسي غير قابلة للكسر. كما تم وضع أرضيات خاصة بالكاميرات وإعادة تهيئة غرف تغيير الملابس والرواق المؤدي إليها، بالإضافة إلى تدعيم إنارة الملعب من خلال إضافة مصابيح جديدة تسمح بتوفير تقنية إضاءة عالية وذات نوعية جيدة سواء بالنسبة للاعبين، الجمهور وكذا النقل التلفزيوني. من ناحية ثانية قامت إدارة الملعب بربطه بالإنترنت بسرعة عالية التدفق، ما يسمح للجماهير وممثلي وسائل الإعلام بالولوج إلى الشبكة العنكبوتية بكل أريحية. ملعب الشهيد حملاوي أحد المعالم التي احتضنت العديد من المواعيد الكروية الجزائرية، لعل من أبرزها أول تأهل للمنتخب الوطني إلى كأس العالم، بات جاهزا لاستقبال ضيوف الجزائر واحتضان العرس القاري.